بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. للأسف الشديد في بعض البيوت بعض المشاكل الأسرية بتكون بسبب عدم رضا الزوجة عن حياتها وعن مستوى معيشتها وعن قدرات زوجها المادية، وبتكون متطلعة وبتنظر لكل من حولها سواء كان إخوات أو جيران أو أقارب للزوج، وتبدأ بمقارنة حياتها بحياتهم، وكل جديد مادي في حياتهم هي بتنظر له، وتبدأ من هنا تدب المشاكل مع زوجها وتقارن حياتها بحياتهم، ودائما تلقي اللوم على الزوج إنه غير قادر على تلبية احتياجاتها واحتياجات البيت. وللأسف دي بتكون نقطة كارثية بسبب إنها بتعمل فجوة كبيرة بينها وبين زوجها، دايما تشعره إنه غير قادر على مسؤولية البيت، غير قادر على تلبية متطلبات أولادها، دايما بتضعه في جزء إن هي مظلومة، أولادها مظلومين مثلا بجانب أولاد عمهم أو أولاد خالتهم، فبالتالي أولادي مش عايشين العيشة السعيدة اللي المفروض يعيشوها. فنلاقي في نفور وفي فجوة كبيرة حصلت ما بين الزوج والزوجة بسبب كثرة المشاكل على الطلبات، على الفلوس، على المتطلبات والتطلعات الكتيرة اللي بتنظر ليها الزوجة. عن الزوجة الغير راضية بتدور حلقة قوارير اليوم مع الأستاذة خديجة برهان، المستشار الأسري واللايف كوتش. السلام عليكم يا أستاذة خديجة. يا أهلا وسهلا أستاذة ندى، حياك الله. حياكم الله، شكرا أهلا لك وسهلا. وأهلا بقوارير مرة أخرى. أهلا بحضرتك وبكل جمهور قوارير الجميل. في البداية أستاذة خديجة، هل كل زوجة بتطمح إن حياتها وحياة أولادها تكون سهلة وميسرة ماديا وفيها كل متطلبات حياتها، معناها إنها زوجة غير راضية؟ يعني معنى أو تعريف الزوجة الغير راضية. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية آه، اليوم المرأة اللي نقول عليها مثلا أنه هي عندها حالة عدم الرضا عن واقعها، عن حياتها، وتتطلع إلى الراحة والاستقرار المادي، بالذات تكلمنا عن الرضا في الجانب المادي. هذا متطلب طبيعي جدا. كون طبيعة المرأة أساسا هي تحب التنعم والسهولة واليسر في الحياة، هذا الطبيعي يعني. فهو ليس شيء يعني طارئ على حياة المرأة أو على سلوكياتها أو طريقة تفكيرها. هي طبيعة المرأة لا تحب المشقات والأنكاد، إنما تحب السهولة واليسر والتنعم، عكس الرجل أنه طبيعته القاسية أو الخشنة تميل إلى تحمل الصعاب والتعامل معها بكل سهولة ويسر. لكن اليوم لما نيجي نتكلم عن مسألة أو واقع عدم الرضا الذي تعيش فيه النساء، سنجد أنه عندنا واقع جديد، واقع أكثر من الطبيعي. والسبب انه خاصة خلينا نركز، احنا حالة عدم الرضا بعض الأحيان ممكن تكون في جوانب أخرى في الحياة الزوجية، لكن نحن اليوم نتكلم عن حالة الرضا المادي. اليوم أصبح هذا هو الغالب في النساء وليس هو النادر في سلوكياتهم. الواقع الجديد أفرز لنا سلوكيات جديدة، مفاهيم جديدة. المرأة تبغى اليوم أن أولادها يكونوا منعمين ومرتاحين. قبل أولادها هي تريد أن تعيش حياة فيها كثير من الرضا المادي، يعني طلباتها مستجابة ومجابة. لا تشتكي من شيء، كل أمورها المادية محلولة، سفر، تمشيات، تغيير أثاث، مستوى مادي مرتفع، عدم الحاجة. ثم ينتقل ذلك للأولاد، تعليم مرتفع، تلبية احتياجاتهم. نعم، هذه الأشياء كلها أصبحت هي الغالب في الواقع. الآن لازم نسأل احنا إيش الخلل؟
الشيء الجديد اللي طرأ علينا في هذا الواقع. السبب اللي خلى أن أصبح ده هو الغالب يا أستاذة خديجة؟ زمان كنا بنشوف يعني أمهاتنا وأجدادنا كم الرضا الرهيب اللي عندهم والحياة اللي كانوا عايشينها، لما ننظر ليها نقول إيه الصعوبة الشديدة اللي هم كانوا متحملينها دي مقارنة ببنات هذا الجيل. إيه السبب اللي جعل كتير من النساء زي ما حضرتك بتقولي ما عندهمش رضا؟ حلو، هو هذا اللي يخلينا احنا نجلس في موضوع المقارنة. ليش كانوا زمان النساء عندهم حالة رضا عالية والآن غير موجودة؟ أولا زمان تركيز النساء والرجال هو في إنشاء الأسرة، في المحافظة على كيان الأسرة، في أن يكون عنده عائلة. هذا هو الهدف الرئيسي. طيب إيش اللي يعينني ويساعدني اليوم للوصول لهذا الهدف؟ هو من خلال الرضا والقناعة بالواقع الموجود الذي عليه هذا الزوج أو هذه الحياة الزوجية. وهذا كان ليس حالة استثنائية، في كل البيوت كانت هذه الفكرة، وهذا هو المفهوم الواسع الموجود في المجتمع. والمجتمع يشجع على حالة الرضا. يعني البنت اليوم أو الزوجة لما تظهر عدم الرضا أو التذمر، كان الأهل بيتدخلوا وبيذكروا ليش ما نحن عايشين كلنا نفس العيشة، إيش الشيء الجديد اللي راح تجيبي، أهم شيء ركزي على زوجك، أهم شيء ركزي على أولادك. فكانوا يخلوا المرأة ترجع للمسار الصحيح في هذا الهدف. المجتمع كان يعين في هذا الشيء، والوالدين والمفهوم العام. الآن اللي صار إيش هو؟ صار عندنا الآن مجتمع متفكك، ما عنده مفاهيم، ما عنده أفكار، خرج من إطار التفكير على أساس الإسلام، وخرج من إطار التفكير حتى على أساس العادات والتقاليد. فأصبح عندنا أفكار دخيلة، مفاهيم جديدة. المفاهيم والأفكار الجديدة تؤدي إلى سلوكيات جديدة. طيب من فين جاتنا الأفكار والمفاهيم الجديدة؟ اليوم نحن مداخل الأفكار الجديدة كثيرة، أبرزها مثلا عندنا السوشيال ميديا. بالضبط. السوشيال ميديا بتعرف كفيلة أنها تخرب بيوت. نعم، هي جزء بتظهر لك جزء صغير جدا، ممكن من مليون في جانب معين أثناء تصوير هذه اللقطة في الحياة نفسها. والمتلقي يعتقد أنه هي ذي 100% هي هذه الصورة العامة. طبعا ليش صار عندهم هذا التصور؟ لأنه أساسا في جهل عند الناس كيف تعمل هذه السوشيال ميديا. طبعا هذا المفهوم لما يدخل العقل يغير طريقة التفكير والنظر للحالة الزوجية. ليش أنا أبغى أتحمل فقر هذا الرجل؟ ليش أبغى أتحمل هذه العيشة؟ إلى كم مرة أنا هعيش في الحياة الدنيا؟ شبابي قاعد يروح، حياتي قاعد تدهور، الأبناء كمان قاعدين يشوفوا عند الآخرين نفس الأشياء. فنحن ليش محرومين؟ ليش أنا ما عندي؟ دائما صار في فكلما اشتهيت أكلت. أصبحت الإنسان مستهلك دائما عنده هذا المبدأ يعني. فأصبح إذن المفهوم عندما تغيرت الفكرة وتغير المفهوم، تغير كناتج هو السلوك، وتغير السلوك أدى إلى تغير المشاعر اللي هو حالة عدم الرضا. طبعا إحنا اليوم لما نتكلم عن المرأة فقط، لكن احنا ما نبغى نتهم المرأة ونقول إن هي المرأة هي هذا الحال اللي عندها، لا، هذه المشكلة أصبحت حتى عند الرجل، ما عنده حالة الرضا، عدم الرضا عن زوجته، ويقارنها بمشاهير السوشيال ميديا ومشاهير الإعلام والفنانين. نعم. وحتى عدم الرضا عن بيته، عن أولاده، عن واقعه، عن نفسه. أيوة. أصبحت حالة عدم الرضا هي السائدة، والرضا هو صار النادر. لذلك المجتمع كان ما بيساعد. فالبنت لما تيجي تشتكي أنا ماني قادرة أسوي، عادي أهلها يجي يقولوا لها أساسا صح أنت كمان كلامك صحيح، ما هي بنت خالتك، بنت عمك، مش عارف إيش وهو إلى آخره. فأصبح الأهل ما بيدعموا. حتى لو البنت عندها حالة الرضا يجوا الأهل أنت لمتى تبغى تصبري على هذا الوضع؟ ليش ما تقولي له؟ ليش ما تكلمين؟ طب خلي هذا يساعده. واحنا بنتنا ما بتتبهدل، واحنا ما نقدرش على بهدلة بنتنا، وبالتالي تكبر المشكلة بعد ما كان المفروض يحتوي المشكلة دي. ننتقل لنقطة أخرى أستاذة خديجة، هل نقدر نقول إن الخطأ من البداية إن البنت وافقت على الارتباط بزوج على قدر من المستوى المعيشي أقل منها، أو أقل من التطلعات اللي هي كانت بتطمح ليها؟ هي دي الغلطة الأولى؟ هو احنا ما نقدر نقول غلطة، لكن خلينا دائما نقيس الواقع. اليوم حالة نحن لما نسميها غلطة، ما هي غلطة بالتحديد، لكن عندنا مثالية في البدايات. مثلا
البنت لما تبدأ تيجي تختار أو توافق على واقع معين، عند الناس تطلعات، يعني إن شاء الله وضعه يتحسن، إن شاء الله أموره تمام، أهم شيء أخلاقه، أهم شيء دينه. لكن لما تيجي مع الواقع تصطدم بهذا الواقع، تكتشف إنه لا، الكلام النظري شيء والعمل شيء مختلف. إحنا لازم يكون عندنا نظرة شمولية اليوم. يعني مبدأ إنه مثلا يأتي العريس اليوم خلاص نحن نقبله كذا بدون ما نقيس أي شيء. طيب ما نحن عندنا مقاييس كثيرة يعني. أيوة. هل الوضع المالي هذا حيريحك؟ هذا الوضع المالي نحن أكيد بإذن الله تعالى راح يتغير، لكن هل تستطيع التعامل مع المتغيرات هذه؟ وخاصة إذا كانت البنت هذه في مستوى أساسا مالي أعلى من الزوج، هنا يجي التحدي، لأنه عندها شيء تقارن فيه أفضل مما سوف تصبح عليه. طب حتى لو قبلت، إيش مستوى الفهم والعلم والإدراك ومعرفة الواقع الحقيقي، ومعرفة كيفية أنها تقاوم هذا الواقع في حياتها. بالزبط. عندنا هذا كمان قصور يعني. فصار الموضوع أنه إحنا بنجرب، إحنا بندخل، صرنا الآن الزواج كله تجربة، يا يصيب يا يخيب. ما صار المشروع ندخله، إنما مشروع نجربه، إذا نفعنا نفعنا، ما نفعنا خلاص نخرج منه عادي جدا يعني. فعندنا هذه المفاهيم تتغير. خديجة التفكير بالطريقة دي يعني معنى كده ان الزواج اصبح يعني ملوش القدسية بتاعته، وملوش الاحترام اللي احنا كنا تربينا عليه. مع الأسف والله هذا المشاهد، وهذا اللي احنا لا يمكن تتخيلي انت كمية الأشياء اللي أسمعها في موضوع الزواج. يعني الواحد يقول الله سبحانه وتعالى لما شرع الزواج وشرع الطلاق لخير الجميع، لكن أصبح الزواج أصبح ما له هذاك الاحترام، ما هو المشروع العمر، أصبح مشروع الوقت فقط. ناسبني ما ناسبني خلاص معليش، عندي فرص ثانية. ودائما الحجة إيش هو؟ ما أنا خلاص مو لازم أتحمل. طب يعني من الأساس ليش تدخل في الموضوع هذا أساسا؟ لازم نحترم الشيء، الابتذال في الشيء جعل ما له أي قيمة. لذلك صار عندنا الطلاق فيه مشاكل كثيرة، والزواج أصبح فيه مشاكل كثيرة جدا، لدرجة أنه الكثير الآن تشوفيهم مثلا يقول لك إذا أنا بشتغل، بالذات البنات، وبجيب فلوس أو عندي راتب ومستقرة مع أهلي، ليش أبغى أتزوج وأتعب نفسي؟ بالضبط. شفتي ودي كمان دعوات زادت جدا الفترة الأخيرة. النسويات دلوقتي بقوا بيحرضوا البنات على عدم الارتباط وعلى عدم الزواج، وإن لازم يكون ليكي دخل مادي، والدخل المادي هيغنيكي عن أي ارتباط وعن أي شيء. فبالتالي بيجسدوا العلاقة الزوجية النسويات دي إنها علاقة عبودية أساسا، وإن الست بتكون مقهورة فيها. فحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. فعلا أثروا على تفكير البنات بطريقة سلبية جدا جدا تجاه الزواج. طب أستاذة خديجة، في حال إن الزوجة أصبحت كل ما تشوف أي جديد في حياة أختها أو جارتها أو أي حد أخت زوجها أو ما إلى ذلك من المحيطين بيها، فمباشرة تذهب لزوجها: أختي زوجها جاب لها كذا وكذا، جارتنا زوجها جاب لها كذا وكذا، وانت ما بتجيبش حاجة، وانت سايبنا كده ومؤثر في حياتنا. وتبدأ المشكلة تكبر ما بينهم وما بين المقارنات اللي هي دايما بتعقدها. في هذه الحالة المفروض التصرف الصحيح من الزوج يعمل ايه؟ بعض الأزواج يتنرفز جدا ويتعصب جدا، يقول لها مش جايب وهي دي إمكانياتي، عجبك أهلا وسهلا، مش عجبك روحي البيت أهلك. بعض الأزواج بيكون يعني شوية هين. طريقة التعامل الصحيحة ازاي من قبل الزوج في حال المقارنة المستمرة؟ طيب الآن في المقارنات يعني إيش نقول نحن؟ الشيء المهم في المقارنات لما المرأة تبدأ تقارن واقعها أو تقول لزوجها ليش ما تجيب ليش ما تسوي، هنا يعتمد على ذكاء الزوج واستثماره في هذه المرأة. لأنه اليوم المرأة ما راح تيجي فجأة تقول هذا الشيء. هل الرجل أساسا استثمر في علاقته في المرأة، مدرك لهذا الواقع ولا لا؟ لما يحدث هذا الشيء يحتاج الرجل يتفهم نفسية المرأة وعقليتها وطريقة نظرتها للأمور، كيف المرأة تنظر للأشياء. يعني الرجل لما اليوم يفكر في كلام المرأة بطريقة الرجل، حيلاقي إنه حيرد عليها الرد اللي هو إيش؟ أنا ما راح أجيب وهذه إمكانياتي وخلاص. طيب إيش استفدنا نحن؟ أنا محتاجة أحتوي هذه المرأة كما لا أحتوي الطفل الصغير. اليوم ولدي الصغير ولا بنتي لو جات وقالت أنا أبغى اللعبة هذه، بنت جارتنا جايبت زيها وكذا، طفلة صغيرة ما تفهم، أنا إيش هقول لها؟ هقول لها لا أنا ما عندي إمكانيات، ما أنا بكسر خاطرها.
لكن أقدر أستخدم أسلوب آخر أكثر ذكاء، اللي هو إيش؟ اللطف. الرفق في الكلام مهم جدا. المرأة مخلوق سمعي، يعني الرجل لما يرد مثلا بلطف وحنية، وإن شاء الله راح أجيب، وأبشري ولا يهمك، أجيب لك أحسن من هذا، طيب، بس مو إنه كلامي ينومها، حسب قدراته يعني، ويبذل جهده بس بدون ما يضغط على نفسه. إذا شاف إن الموضوع ذا هو طارئ، يعني مرة من المرات صار الحدث هذا فقط، ليس هو السائد في حياتهم، أيوة، يمكن وليس معالجة الطريقة. الاستمرارية. نعم، إذا كان مستمر يحتاج جلسة حازمة وواضحة مع المرأة، يفهمها إيش عنده، إيش ما عنده، إيش إمكانياته، وإيش قدراته، وإيش سيئة إنه هذه المقارنات، طيب، وإيش يعني نتائج هذه المقارنات فين راح تؤدي، حتى تكون المرأة واعية اليوم إنه هذا ليس مجرد سلوك راح تمارسه في البيت، إنما راح يكون له نتائج وخيمة على حياتهم كلها. وليس الطلاق بالضرورة، لكن هي بهذه السلوكيات كونها القدوة راح تعلم أولادها نفس الشيء، حالة عدم الرضا. طيب، فهنا دائما نحتاج إنه الوعظ والتنبيه والتربية وإعادة تثبيت الأفكار الأساسية. بهذه الكيفية يجرى الحوار. ويمكن إذا شاف في أهلها مثلا في خير في الموضوع ده كله، وهو متفقين معاه في كلامه وفي مراعاة وضعه، أنه يدخلهم ويشركهم في هذا الأمر حتى يكونوا على بينة، حتى يعينوا. نحن قلنا النساء زمان ليش كان عندهم حالة الرضا؟ المجتمع كان يساعد على وجود هذا الشيء. لحاله الرجل ما يقدر يسوي شيء، لازم يشرك الآخرين، لازم يشرك من يعتقد صلاحهم وفهمهم وقدرتهم على أنهم يكونوا معينين له، صادقين معه في الدخول في هذه الحالة، لأنه زي ما نقول نحن قد أعذر من أنذر. بعد هذا الكلام لو صار أي شيء خلاص الرجل يعني عداه العيب زي ما نقول، حيكون مشي في مواضيع، في معالجات ببطء شديد، طبعا ما يتسارع ولا يسرع في اتخاذ أي إجراءات ممكن تهدم هذا البيت. دائما الرفق ما كان في شيء إلا زانه. الرفق والكلام، فهم الحالة نفسها، هل هي طارئة ولا هو ده الغالب أدخل فيه الناس كلهم الصادقين حولي لمعالجة هذا الواقع والاستمرارية بإذن الله في الحياة اللي هي الراضية والهادئة، والاستعانة طبعا أول وآخر بالله سبحانه وتعالى في إصلاح الحال دائما يعني. طيب أستاذة خديجة، في الختام بماذا تنصحي الزوجة الغير راضية كثيرة التذمر، كثيرة المقارنة، حياتها بحياة الآخرين، تنصحيها بإيه؟ أول شيء هذه المرأة أنا أنصحها بشيء واحد. أول شيء تتقي الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال إيش؟ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بهذا الشيء، وهذا الأمر ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما نحن إطلاق العين، إطلاق البصر، هذا مشكلة، لأنه التوسع في النظر ومشاهدة الأشياء مدخل من مداخل الشيطان، فسد هذا الباب مهم جدا. الإنسان لازم يعرف نفسه قدراته. ثاني شيء سبحان الله في الأدب في ديننا الإسلامي في أشياء كثيرة جدا معينة في هذا الجانب، اللي هو إيش؟ عندما ترى شيئا من أحوال الدنيا أو من ما يملكه الناس، دائما الواحد إيش يقول؟ لبيك اللهم إن العيش عيش الآخرة. يعني هذه الدنيا كلها لا تسوى شيء. هل معناها طيب أن أترك الدنيا وأعيش حالة التقشف؟ لا أبدا، إنما نحن نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بالرضا والصبر، وأن احنا نكون نعيش بالكيفية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى، لأنه هذه حالة من تهذيب النفس أساسا وتطهيرها. يعني الدنيا سوف تأتي راغمة إذا الإنسان مكتوب له، لكن الإنسان لما يمد عينه للآخر أو للخارج هنا تأتي الإشكالية، خلاص تولاه الشيطان، فإذا تولاه الشيطان يعني هلك معناها الإنسان. فالاستعانة بالله وتذكر أنه هذا حال أهل الدنيا، هو حال متقلب، وأن العيش والفوز هو في الآخرة. واليوم أما هذه الحالة إدراك المرأة أنه هذه فقط القشور وهذه اللوحة الجميلة لكن ما خلفها لا تعرفه، إدراكها لهذا الشيء ومقارنتها بالواقع اللي هي تعيش فيه يجعلها يعني في حالة إنه هو لا ما نقول حالة الرضا، لكن حالة التقبل والتكيف مع هذا الواقع. ودائما النظر إلى ما في يد الله سبحانه وتعالى. دائما الإنسان لما ينظر لما في يد الله سبحانه وتعالى هو غني. آخر شيء هو تحويل النظر. هذا حالة الرضا والقبول والتكيف هي طاقة، لازم الإنسان يستخدم طاقته هذه فيما يحبه الله.
توجيه الانتباه لأمور أخرى وليست أمور الدنيا. حطي المرأة لازم تحط هدف لحياتها تعيش من أجله وخلاله في هذه الدنيا، حتى لو كان هدف دنيوي، حتى لو كان بالذات لو كان هدف دنيوي وأخروي حيكون مثمر أكثر. فوضع هذه الطاقة حيخلي دماغها وعقلها وتوجه بصرها إلى هدفها وليس إلى الآخرين. وتقوى الله سبحانه وتعالى هو رأس الأمر دائما. الإنسان لما يتقي الله سبحانه وتعالى يجعل له فرج ومخرج مما هو فيه، سواء من ضيق الأخلاق ولا ضيق النفس ولا ضيق الحال المادي أو المعنوي. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا رضا وقناعة. اللهم امين يا رب العالمين. نصائح ممتازه جدا وجميله جدا نختم بيها مع حضرتك الاستاذه خديجه برهان، المستشار الاسري ولايف كوتش. جزاكم الله كل خير على هذه المعلومات والنصائح القيمه. نلقاك على خير باذن الله في لقاء متجدد من قوارير. وطبعا الشكر موصول لكل مشاهدين ومتابعين قناه سلام ومتابعين برنامج قوارير. نلقاكم على خير باذن الله في حلقه جديده. السلام عليكم.